يا رب اختار لي الخير الطيبة في حياتي. يا رب إن كانت خير لي يسرها، وإن كانت شر اصرفها زي ما صرف بين المشرق والمغرب. يا رب ارزقني واتركها على الله. الله اللي يرسم الطريق مش أنت، مش أنا أبغى دي الوظيفة. يا رب ارزقني رزق ما بعده رزق، ارزقني يا رب. افتح لي، افتح علي وخلي الفتح على الله. يا رب ارزقني السعادة وخلي السعادة مع الله. هنا يجي ايه؟ يجي أشياء كثيرة. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب دايما تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا انا واخده بريك بقى، خدت بريك بقى في العيد براحتي وما صورتش وما عملتش، بصراحه ما عملتش اي حاجه خالص في الشقه، ولا اكل ولا اي حاجه. قضينا 3 ايام العيد او اسبوع العيد بصراحه، عشان ما اكذبش عليكم اسبوع العيد كله اكل من بره، فكنت واخده بقى بريك براحتي. رجعنا بقى، عملت الاكله دي ما عملتهاش في رمضان خالص، ما عملتش مكرونه بشاميل في رمضان خالص، تقريبا انا الوحيده اللي ما عملتهاش. فكان بقى جوزي وحشان مكرونه بشاميل وعيالي، فقمت بقى ايه، قلت يلا بينا بقى ايه نعمل لبة صينيه مكرونه للعيال كده، ايه ياكلوها بالهنا والشفا عليهم. حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب ابقى كده ضيفه خفيفه عليكم وجودي خفيف على قلوبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس انا خلصت تسبيكه اللحمه، تعسكت اللحمه، بس ما قلتش اي حاجه خالص. بس يا حبايبي طبعا انتوا عارفين عسكت اللحمه معاكم 200,000 مره، بس هقول لكم تاني. انا جبت حله حطيت فيها ماده دهنيه، نزلت عليها بالبصل. البصل اللي كنت شايلاه اصلا متشوح، يعني ده متفرز. انتوا عارفين الكبه بتاعتي بايظه لسه متصلحتش، فانا كنت مفرزه بصل متشوح كده، فحطيته على النار يا دوبك فك. نزلت عليه بفلفلايه، شوحتها كده تشويحتين كده، بعدين نزلت عليهم باللحمه، فضلت اقلب فيها لحد ما لونها اتغير كده، وبعدين رحت نازله عليها بطماطمايه، وبقى البهارات بقى بتاعت ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وواحده ماجي. وبعدين رحت نازله، انا قلت لكم ان انا نزلت بطماطمايه اكيد قلت، ونزلت بقى شويه ميه بقى واسيبها مع نفسها بقى تستبك. بص انا كنت اللبن عندي في الفريزر، فكنت سايباه فوق لان انا كنت شايلاه في الكسرولة في الفريزر، وعندي كيس تاني بقى في الميكرويف بيفك برضه. انا جيت اعمل بشاميل ما لقيتش عندي دقيق. بجد يا جماعه ايه ده، انا عايشه في ميه البطيخ بجد والله. بس اقول لكم، انا خبطت على جارتي خدت منها الحبه دول، برضه ما كانش عندها غير الحبه دول، افترضنا ممكن مش هيكفوا، فانا رحت عامله ايه، حاطه عليهم معلقتين نشا. والله يا جماعه بشاميل طلع جميل 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 ما شاء الله، كان محتاجكوا يعني، كان عايزكوا بعينه. يعني انا نزلت بمعلقه نشا، بعدين لما اجي احط اللبن كده الاقيه خفيف هنزل بمعلقه نشا تاني. بجد والله معلقه النشا دي خلته قوامه كريمي بطريقه رهيبه رهيبه بجد. بصوا بقى، ده اللي كان بيتفك في الميكرويف. بجيب اللبن بدل مش عايزاه بقوم حاطه في الميكرويف على طول، بقوم حاطه في الفريزر، ده غليته وبعدين العيال مرضوش يشربوه، فرحت شايلاه بالكسرولة في الفريزر على طول. طبعا حطيت كده كيلو لبن، وهحط بقى نص ميه سلقه المكرونه، ميه سلق المكرونه بتديها قوام كده وبتخليه كريمي وجميل. طبعا حطيت بقى ملح وفلفل اسود وفلفل ابيض وشويه ملح، واحط واحده ميجي تقريبا، اكيد هحط ميجي. وعندي بقى جبنه كده، جبنه فيتا، احطها بقى كده على البشاميل، بس بعد ما اطفي عليه اهي كده، طفيت عليه بقى حته جبنه كده باقي عندي، بقى مش هتترمي، يتحط في البشاميل. اقلبه بقى كده كده، كل ده النار مطفي عليها، يعني انا خلاص قعدت اقلب وحطيت اللبن لحد ما تقل، بعدين بقى طفيت عليها، نزلت عليها بالجبنه بقى قلبتها دايبت. بصوا قوامه ما شاء الله كريمي وحلو ازاي، بجد معلقتين شحطه دي فرقت معاه جدا جدا، حتى كان طعمه جميل. طبعا بقى طبعا سلقت المكرونه مش محتاجه اقول لكم. فكده عملت معاكم اللحمه والبشاميل. تعالوا بقى نطبق. حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. ايه ده، انتوا مش بتشتركوا ليه؟ انتوا لسه لحد دلوقتي ما دوستوش على الاشتراك في القناه؟ تهزروا يا جماعه ولا ايه؟ انتوا وحشين قوي على فكره. حبايبي بهزر معاكم، انتوا زي العسل والله. يا رب يبقى فيديو خفيف كده على قلوبكم، يا رب يا رب حياتكم كلها هنا وسعاده يا رب.
بص بقى، انا حطيت سمنه، دهنت سمنه الاول الصينيه بسمنه، حطيت شويه بقسماط. هتقولي لي بتحطي بقسماط؟ البقسماط كده لما بيتحمر مع في الفرن بيدي قرمشه كده في المكرونه من تحت، طعمها حلو. طبعا ما حطيتش بشاميل على المكرونه لان انا هغرقها بشاميل، لان البشاميل كتير على الصينيه بامانه. فانا قلت بقى ايه، افضل ازود طبقات بشاميل بشاميل، فهو كده كده هتشربه، مش لازم اقلب معاها. احط بقى كمان اللحمه بقى واغرقها بشاميل. حبيبي صلوا على النبي في الكومنتات، قولي تسلم ايدك يا بنتي يا يويا، و قولي ان انتوا بتحبوني، عظموني كده يا جماعه، طبلوا لي، انا بحب اللي يطبلي بصراحه، طبلوا لي تاخدوا على ايه. حبايبي يا رب يبقى خفيف على قلوبكم، يا رب يبقى فيديو لذيذ عليكم. عملت مكرونه بشاميل 200,000 مره، بس والله المكرونه بشاميل بتدخل القلب على طول، ما بتنزلش على المعده، بتنزل على القلب، ترطب كده القلب ويتحلي الحياه. انا يعني البشاميل بالنسبه لي دي بتحلي حياه الواحد، يعني تسلم ايده اللي اخترع المكرونه بشاميل بامانه. تسلم ايديه. جماعة الجو وحش قوي، يوم حر ويوم ساقعة، وبالليل حر، بالنهار حر وبالليل ساقعة، والعيال هتعيا واحنا عيانين. يلا الحمد لله، الشكوى غير اللي مزلة. الحمد لله احنا زي الفل وجامدين قوي 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 قوي. بصوا انا كل الحاجات دي عملتها، يعني عملت المكرونة بدري، اكلت عيالي والبشاميل بتاعي، يعني اكلتهم مكرونة مسلوقة بس كده، وكنت بقى مخلصه البشاميل ومخلصه اللحمه وكده. لما جوزي قرب يجي بقى رحت حطاهم فوق بعض، رحت مدخلاهم الفرن عشان يعني تفضل سخنه بقى، من هو اتاخر بس جت لسه سخنه. قبل ما قعد على القهوه شويه يشرب له حاجه وجه، فكانت الدنيا الاكل يا دوبك كان يتاكل كده حلو. بصوا انا هسيب قطر بشاميل كده في الاخر، اقوم مكسره عليه بيضتين. هو انا في العادي بحطهم على الوش من غير بشاميل، بس الصراحه لقيت البشاميل ياما، فقلت ايه اقوم مكسرهم كده عليه وضربهم ضربا مبرحا كده لحد ما يبلهم صاحب، وادخلهم بقى في البشاميل كله، واقوم حاطه الطبقه كلها على البشاميل. بصراحه طلعت احلى، يعني طلعت كلها واخده لون وكلها مقرمشه وجميله. انا بحب القرمشه اللي على الوش دي، يا بتاعه الجبنه يا بتاعه البشاميل اللي بتقرمش. انا ما اعرفش، بحس اللي بالجبنه بيبقى طعمها احلى، بس احنا مش كتير مش بيبقى عندي جبنه بامانه، يعني الجبنه دي بجيبها، هعمل بيتزا، هعمل حواوشي، هعمل حاجه، هعمل مكرونه، بس ببقى مخططه من قبل. لو قلت لكم دخلت اعمل مكرونه ملقتش عندي دقيق. ملقتش عندي دقيق، حتى من جارتي كانتش عندها برضه. هتقولي انت شحاته، اقول لكم الجار للجار يا جماعه، النبي وسط على 7 جور، فالجار للجار عادي، احنا بناخد من بعض كل حاجه. طبعا بقى بصوا، هو لون البشاميل ده مختلف عن التاني عشان ده طبعا فيه بيض، مش محتاجه اقول لكم عشان انتوا اذكياء زيي. تقريبا مهيبره. بس همشي بقى كده كله، ادخل بقى المكرونه اللي طالعه بره ديت ملهاش صاحب تخش مع اخواتها جوه، وهمشي بقى البشاميل اللي البيت ده على الصينيه كلها عشان كلها تاخد نفس اللون في الفرن. هي بصراحه ما بتاخدش حاجه في الفرن، يعني بحطها تحت يا دوبك تاخد لون البقسماط ده يقرمش، وبعدين اقوم حطها على فوق على طول. ساعات بحطها فوق بس ما بنزلهاش. بس بقى ادخلها بقى الفرن. حطولي لايك يا جماعه عشان جمال الصينيه دي، حطولي لايك. اوه ماي جاد، والان مع المفاجاه الكبرى، رايي ايه ده يا ابني؟ بص ما شاء الله، بص ده كده بقى بردت، يعني دي خلاص كان جوزي بقى جه كانت هي بردت خلاص. بس كانت الله اكبر، كانت عايزه بقك والله. انا لسه ما وصلتش الصينيه، لسه صينيه في المطبخ ما اتغسلتش. بصوا ما شاء الله. صلوا على النبي بقى يا جماعه وحطوا لايك، ويا رب يبقى فيديو خفيف عليكم، يبقى فيديو عجبكم. اخش بقى عندي شويه مواعين كده، قلت اما اغسلها معاكم وانتم مش غربي يعني. عندي بقى الحاجات بتاعه البشاميل والحاجات دي، قلت بقى ايه اصبنهم كده معاكم. انا معلش صغرت الصوره شويه لان كان طالع حاجات كده ما كانتش لازم تظهر في الفيديو، رحت اصلا وسط الكاميرا، مش مهم. اهم حاجه ان انتوا بخير يا جماعه.
عندي بقى كام حله كده، اقوم دعكاهم كده كويس. الحله دي اصلا يا جماعه اتحرقت، يعني هي محروقه من بره، مش عفانه مننا، لا هي محروقه. الحله اصلا دي لما جبتها اتخميت فيها بامانه، بس يلا الحمد لله نصيب، ما فيش حد بياخد اكتر من نصيبه، يعني كلها قشرت، بس هتستخدمها يعني، واحنا بنستخدم ايه يعني، عادي. ده بقى عيلي كل شويه عايزين ينبوه عايزين ينبوه عايزين ينبوه. يا جماعه حطوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وصلوا على النبي في الكومنتات. وليه تسلم ايدك يا بنتي يا يويا. انا تقريبا هعمل معاكم الازاز كمان، ده انا بقيت شاطره قوي قوي قوي. بس اهو بنخلص المواعين الحمد لله، ما كانش عندي مواعين كتير بامانه يعني. انا ببقى عايزه اصور المواعين، بكوم شويه مواعين حلوين واخش اغسلهم بقى واصورها لكم في فيديو، بس ما كانش عندي فقلت اغسلهم معاكم كمان. بعدين بقى نصبين الحوض، وبعدين بقى ايه نملي الازاز على نظافه كده. طبعا الازاز الجو حر، الازاز بقى تخلص بسرعه، كل شويه نروح نملى الازاز، كل شويه الشتا الازاز بتفضل موجوده زي ما هي، محدش بيشرب منها تقريبا. ولا يا جماعه أنا في الشتا بنسى اشرب بطريقه فظيعه قوي، مش انا بس، تقريبا الناس كلها الازاز بتفضل موجوده ومحدش بيشرب منها. يجي بقى الحر، بصوا انا بوريكم ان انا عندي من السفنج كذا واحده، عشان ما تقولوش لا دي واحده وبتغسلي بنفس الواحده، لا. انا كل ما بعد حد يجيب لي اللون دوت، اللي هو الليموني دوت، ليموني لما غاروا مني قالوا لي مش عاجبك فيها. معلش يا جماعه البرد خلاص هتموتني. خلاص بقى عامله معاكم الازاز كده، ويبقى كتر خيري قوي قوي قوي، وصبت الازاز واملاها معاكم. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب يبقى فيديو خفيف عليكم. وصلوا على النبي في الكومنتات، وقولي تسلم ايدك يا بنتي يا يويا. اشوفكم على خير وفي فيديو تاني ان شاء الله، يبقى فيديو لذيذ كده وخفيف على قلوبكم. و